السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. لو انتي اول مرة تشوفي قناتي، انا مجنة ودي قناتي يوميات ومجنة، بقدم روتينات تشجيعية. النهاردة يوم مختلف، هنعمل محشي كرنبية القمر دي. هنعمل شوية محشي كده يدفونا في برد الشتاء اللي احنا فيه ده. اول حاجة بقى، احنا كنا طبعا غاسلين المواعين مع بعض في الفيديو اللي فات، وعاملين اكلة سمك جميلة كده، والمطبخ متشطب ونضيف والدنيا زي الفل. فقلت بقى بما اننا ما عندناش شغل كتير النهارده ولا كركبة، نعمل بقى شوية محشي كده ايه يدفونا في البرد اللي احنا فيه ده، والدنيا بتمطر كده. هنا قلت بقى ارص المواعين الاول اللي كانت مغسولة، علشان نفضي مساحة حوالينا، ونغسل المواعين اللي هناك دي علشان نعرف نحط جنب البوتاجاز بقى كده الكرنب والحاجات بتاعته على الرخامة التانية اللي هناك، تكون ايه قريبة من البوتاجاز، وفي نفس الوقت تكون الرخامة ايه فاضية ونضيفة وحلو. انا ما عنديش مواعين كتير، انا عندي بس مكان الاكل، اللي هو صينية الأكل اللي كنا بناكل فيها، اللي عليها السمك والرز والسلطة والحاجات، وحلة الرز اللي هي كانت اللي كنت عاملة فيها الرز، هي كانت خلصت بس قلت أبوشها. فاللي هو طول ما انتي مطبخك يعني غسل المواعين كده ومنضفة الدنيا وإيدك فيه أول بأول، هيفضل نضيف وهيريحك انتي تاني يوم ما تبقاش عندك شغل كتير. آمم انا كان ممكن اصفي المواعين دي على طول يعني بعد الاكل اللي فاتت، بس سبتها تاخد وقتها. وفي نفس الوقت صراحة كان عندي كركبة كتير في المطبخ، نظفت الدنيا وكنت بغسل التلاجة وعملت حاجات كتير فتعبت، فقلت مش مشكلة مادام مغسولين خلاص، سهل قوي ان احنا نشيلهم من مكانهم. هنا كنت نقع الفرخة، فقلت بقى اشيلها من مكانها، يعني اشيل الطبق الكبير ده عشان يديني وسع كده في المطبخ. غسلته كويس كده على مكان الفرخة عشان ما يكونش متزفر، ونضفته وشيلته بقى من مكانه كده. قلت يوسع، بيني وبينكم كنت بقول ان انا هحط فيه الورق بتاع الكرنب اللي هيطلع يعني، بس حسيته كبير قوي على الكرنبايه، فقلت لا ما بديهاش بقى، احطه على صينيه بتاع الاكل اللي هي البلاستيك دي. هي كده كده واسعه، وهي كده كده يعني ايه هتاخد معايا. هنا بقى ابتديت ان انا افضي بواقي الاكل اللي كانت موجوده في على الصينيه، اللي هو مش بواقي اكل يعني، هو ايه جرجير اللي كان تحت السمك، سفه السمك، الحاجات دي. معلقه سلطه مثلا متبقيه ولا حاجه، لكن هو ما كانش متبقي ايه، انا كنت بقى عامله الرز على القد بالظبط، وبرده السمك نفس النظام. فاللي هو مبقاش معايا اكل يعني يترمي. وكان عندي صينية تانية أكل فوقها، اللي هي كان فيها لقمة جبنة كده على خفيف، وباقي الرنجة اللي كانت معمولة قبل كده برضو. ابتديت بقى ان انا كده الم المواعين على السريع عشان انضف، وكمان انضف الحوض اللي انا اقف اعمل فيه اي حاجه انا محتاجاها، يكون فاضي ونضيف حواليا. هنا بقى كنت بوشت خالص حله الرز، كان في معلقه رز في ارضيتها يعني، فبوشتها ورحت شايلاها، شايل الرز من قلبها يعني رمياه. ابتديت بقى ان انا كده ايه واحده واحده اغسل على السريع. عايزه اقول لكم ان بصراحه انا غير مش عارفه الستات اللي هي مش بتحب المواعين دي الصراحه، او غسيل المواعين، انا غير كل الستات، انا بحب الشغل المطبخ جدا، بحب غسيل المواعين، بحب عمايل الاكل، بحب تنظيف البوتاجاز، انا بحب شغل البيت عامه، بحب الترويق والكنس، بحب ان انا لما ادخل مكان لو شايفاه حاجه اخيره وابدله واخليه انضف واحسن، بحس ان انا بعمل حاجه، بحس ان في فعلا لمسه البيت الست في البيت بتفرق كتير جدا. بحب احس كده ان دخلتي في المكان تفرق. فدايما البيت لما بيكون متبهدل وادخل كده اروق واعمل، بحس ان انا بعمل حاجه، بحس ان انا مهمه وليا فايده. بصوا، آه، الستات في البيت مفيش غنى عنهم، هما اللي بيوضبوا، هما اللي بيعملوا الاكل، هما اللي بياخدوا بالهم من الولاد، هما اللي بيذاكروا، هما اللي بيعملوا كل حاجه. فالبيت من غير ست ملهوش اي لازمه خالص. فلازم تبقي عارفه قيمتك، وتبقي عارفه ان انت مهمه، حتى لو هما مش مدينك الاحساس ده، انت مهمه جدا، وهما ما يقدروش يستغنوا عنك، بس هما ما بيعرفوش يعبروا وما بيعرفوش يقولوا، او مش حاسين بده، لان هم ما جربوش ان هم مثلا يتحرموا منك، او انك تبقي مش موجوده في المكان. آم، بيحس بده اللي مثلا الست اللي في البيت مثلا بتسافر، او بتختفي شويه، بتروح في اي حته وراها حاجه، مشغوله بحاجه، بيحسوا بده، لان طبعا قله وجودها في البيت او عدم استمراريه وجودها على طول ده بيفرق معاهم.
بيحسّسهم بالفرق شوية. يعني مثلًا جات لِك سفرية، قعدتِ يومين برّه، عندِك مناسبة، عندِك حاجة، سِت مثلًا راحت عُمرة قعدت أسبوعين، يعني اللي هو أي سبب في الدنيا يخلّيها تختفي، لإن السِت مش سهل إن هي تسيب بيتها يعني. فاللي هو بيحسّوا فعلًا بقيمتها غير السِت اللي بتكون موجودة دايمًا في البيت. السِت اللي بتبقى موجودة في البيت على طول، يعني وكمان إيدها دايمًا في البيت، فما بيحسّوش بمجهودها أوي، خصوصًا إن مثلًا الحاجة بتتبهدل بتتنضّف على طول، فهُم مش بيشوفوا الحاجة متبهدلة، بيشوفوها متنضّفة، فما بيحسّوش قد إيه هي بتعمل مجهود. طول الوقت اللي هو أنتِ بتعملي لنا إيه، أنتِ بتعملي إيه، أنتِ أصلًا قاعدة في البيت، أنتِ ما بتعمليش حاجة. لأ، السِت اللي قاعدة في البيت دي والله يا ولاد نعمة، بتاخد بالها من كل تفصيلة في البيت. أنا عايزة أقول لكم إحنا نِفسنا نقعد في البيت، أنا عن نفسي باشتغل، فاللي هو الوقت اللي أنا باقضّيه في البيت بيكون كلّه لبيتي. لو ساعة زمن بالحق بسرعة أوضّب لهم أكل، أروّق البيت. لو مدة أطول طبعًا أنا ولادي بيكونوا معايا برضه في مكان شغلي، لإن شغلي تحت بيتي على طول، أنا فاتحة محل تحت بيتي، ف24 ساعة ولادي في إيدي. غير الوقت اللي هُم فيه في مدرستهم وحضاناتهم أو الدروس. غير كده هُم قاعدين معايا فبنكتب الواجب وإحنا قاعدين مع بعض. باطلع بسرعة أخطف لهم أكل باكون عاملاه، بناكل برضه مع بعض، فكل حاجة الحمد لله باشاركها مع ولادي. يعني وقتهم كله معايا. باحاول إن أنا أغرس فيهم قيم أخلاقية كويسة، أعوّدهم على حاجات، وأعمل معاهم ذكريات حلوة يفتكروها. مش اللي هو مثلًا الواحدة بتشتغل إن هي تهمل بيتها أو تهمل ولادها. لأ، حاولي على قد ما تقدري أول ما ترجعي من شغلِك وقتِك كله لولادِك. لو هتقفي في المطبخ ساعة والّا 2 هاتيهم يقعدوا جنبِك. قعّديهم، لو بنوتة صغيرة أو ولد بيكتب واجب خديه جنبِك يكتب وهو قاعد جنبِك واتكلموا. واللي هو تستغلي الوقت، وفي نفس الوقت إيه، لو أنتِ بعد الوقت ده ما عندكيش وقت تقعدي معاهم، تبقي استغليتِ الوقت ده، عملتِ شغلتِك وفي نفس الوقت قعدتِ معاهم. أنا عن نفسي ولادي حواليّا في كل حتة، كل مطرح ما باروح هُم ورايا، في المطبخ معايا، في أوضة النوم معايا، والله العظيم بيدخلوا معانا الحمام، ما بيسيبوناش في حالنا. فاللي هو العيال لمّا بيبقوا شبطانين في أمهم دايمًا في ديلها كده. لمّا بيكونوا متعلقين بيها بتكون حاجة كويسة، لإن هي بتقضّي معظم الوقت معاهم. فبيقدروا يشربوا منها حاجات كتير ويتعلموا منها حاجات كتير. فحاولي إن أنتِ دايمًا تكوني مراية لولادِك. آمم، يعني ما يشوفوش منِّك غير كل كويس، علشان هُم الولاد بيقلدوا أهاليهم. مش بيجيبوا الطبع اللي بيتعودوا عليه من برّه، بالعكس بيجيبوه من بيتهم، من بيئتهم. هم أي نعم بيقعدوا مع أصحابهم وقت أطول لمّا بيكبروا، أكتر من البيت، يعني بيشوفوا أصحابهم ويقعدوا معاهم مدة أطول، مدة المدرسة كلها وطول اليوم بقيته في دروس. بس برضه أنتِ عليكِ إن أنتِ تقيّمي وتضبّطي، يعني بتضبطي أخلاقهم. لو حكوا لِك على حاجة بتبقي مركّزة أوي وهُم بيحكوها، لو عملوا حاجة غلط بتفضلي تقولي لأ، ده ما يصحّش، طب ليه عملتوا كده؟ طب بالراحة وبشويش كده، ومش اللي هو إيه بقى تأنيب بقى وبتاع. لأ، أهم حاجة الأسلوب. أسلوبِك وأنتِ بتقولي لهم الصح من الغلط عشان ما تكرهيهمش إن هم يحكوا لِك حاجة، وما تكرهيهمش إن هم، وما تخليكيش دايمًا أنتِ بقى النظرة عليهم، إن أنتِ بتقعدي كل شوية تقولي لهم لأ ده صح، لأ ده غلط، لأ بالراحة كده، وبتيجي في وسط الكلام بطريقة كويسة، علشان ما يكرهوش الكلام معاكِ، ما يكرهوش يحكوا لِك. الولاد بيبقوا أصلًا غلطاتهم كتير من غير حاجة، بس من غير الغلطات دي مش هيتعلموا الصح من الغلط. يعني لو ما جوش حكوا لِك إن هم غلطوا، مش هتعرفيهم الصح من الغلط، هم طول الوقت قدامِك ما بيغلطوش، فخلاص مش هتعرفي تقولي لأ ده غلط ولأ ده عيب. لمّا بتكتر كلمة عيب بيتعلموا منها إن ده فعلًا غلط، وإن ده حرام، وإن ده ما يصحش يتعمل. ودايمًا يبقى الصوت واطي، ودايمًا نخبّط على الباب يا ولاد، ونخلّي بالنا من الصلاة، ونبقى مؤدّبين. وأي مكان نكون فيه وخلاص وجِه وقت صلاة لازم نقوم ونتوضّى ونصلّي، وما نتكسفش وما نتحرجش من حاجة زي كده. لأ، قولوا في أي مكان. في ولاد بتتكسف تقول إحنا قايمين نصلّي، ليه؟ ده الصح، ده الصح إن أنت مهمًا تكون في أي مكان. لأ، ولو ولد خُد بعضك واطلع على الجامع. ده اللي يكسف بقى إنه صاحب البيت هو اللي يفضل قاعد معاك وما يقولكش يالّا نقوم نصلّي. فدايمًا الواحد بيغرس في ولاده الحاجات الكويسة والحاجات الحلال، يعني وربنا يقدّرنا على تربيتهم تربية صالحة، ويرزقنا برّهم في الدنيا وفي الآخرة. لإن أحسن، يعني بُصّي كل شغلِك وتعبِك ده ممكن يروح على الأرض إلا تربية ولد صالح يدعو ليكِ، فده العمل اللي باقي.
وعملِك أنتِ بقى لصالح صلاتِك وأذكارِك وحاجات من دي، فطول الوقت وأنتِ بتعملي شغل بيتِك إحنا عمرنا بيضيع في المطبخ وبيضيع في البيت، فطول ما أنتِ واقفة بتشتغلي أذكار كده. يعني هم قالوا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقالوا برضه إيه: "والباقيات الصالحات خير." والباقيات الصالحات ديًّا اللي هي خير لينا وخير من المال والبنون، اللي هي الأذكار، إنِّك تفضلي تبقي واقفة كل شوية سبحان الله واستغفر الله والحاجات دي كلها طول ما أنتِ واقفة على لسانِك دايمًا، وعوّدي لسانِك يبقى رطب بذكر الله. هنا كنت غسلت المواعين ونضّفت الرخامة والحوض، وحطيت بقى جهّزت الشوربة اللي هاحط فيها الفرخة. المَيّة كانت غليت، حطيت ورق لوري وقرفة خشب وتوابل شوربة ناعمة. التوابل دي بيكون فيها مرقة دجاج، وبيكون فيها كل حاجة خاصة بالشوربة، حبّهان مطحون وحاجات كتير مطحونة، فبتيجي مطحونة زي ما هي كده بتتحط في الشوربة، بتدّي طعم حلو أوي. بس أنا ما باقدرش أستغنى الصراحة عن القرفة والحبهان القرفة الخشب والورق اللوري في الشوربة، بتدّي طعم تحفة، بتدّي طعم تاني خالص. والملح بقى طبعًا نضبطه. لو هي لحمة بتستني شوية علشان الملح بيخلّي اللحمة ما بتستويش كويس. لو أنتِ حطيتيه في الأول فبتسيبيها كده وبتحطي لها معلقة سكر صغننة خالص كده تساعد في السِوَى. لكن لو فراخ عادي، هي الفراخ أصلًا ما بتاخدش وقت في التسوية، وكده كده إحنا مش محتاجينها تستوي بسرعة لإن إحنا بنعمل محشي، فلسه هنسلق الكرنب ونقطّعه ونعمل تسبيكة ونلِف، فمش فارق معانا خالص. وهي أصلًا الفراخ ما بتاخدش 10 دقايق، يعني بالكتير تِلت ساعة على النار وبتكون استوت. تمام. هنا كده أنا ابتديت بقى إن أنا أحط المَيّة بتاعة المحشي، كنت حاطاها مع مَيّة الفراخ على النار عشان نسلق فيها الكرنب. المَيّة ديًّا المفروض بتحطي فيها معلقة كمون علشان الانتفاخات اللي بتحصل من الكرنب. أنا ما حطيتش فيها ملح لإن باحس إن الكرنبة لمّا بتتسلق من غير ملح، الكرنباية لمّا بتحطي فيها ملح بتحدق شوية، فالكرنب لمّا ما تحطيش فيه ملح بيبقى مسكّر، بيدّي طعم حلو أوي في ال في لمّا بتلفّيه وتيجي تسوّيه، يعني لمّا بتيجي تاكليه بتحسّي إن الكرنباية نفسها طعمها مسكّر. فالسكر ده بييجي منين؟ من حتّة إن أنتِ ما بتحطيش ملح مع الكرنب وهو بيستوي. جرّبيها والله هتعجبِك أوي. أنا كنت باكل مثلًا من إيد حماتي محشي كده، كنت أحس إن هو مسكّر وطعمه حلو، ومهما نعمل محشي ما بيطلعش زيه. فابتديت إن أنا آخد منها التريكات اللي هي بتخلّي أي أكلة مثلًا عندها حلوة، آخد بالي منها وهي بتعملها. فأخدت بالي إن هي أمّا بتيجي تعمل الكرنب ما بتحطّلوش ملح يعني ما بتحطّلوش ملح في السليق. فهي مش مثلًا أنا شُفتها وهي بتعمل كده، لأ، أنا لمّا جيت أعمل الكرنب لقيتها بتقول لي: "ما تحطّيش ملح." "ليه يا ماما؟" قالت لي: "عشان يبقى مسكّر وكويس." فاللي هو طول ما أنتِ واقفة كده حاولي إن أنتِ تتعلّمي من اللي حواليكِ، مش عيب خالص، إحنا بيموت المعلم وهو بيتعلّم، نفضل طول عمرنا نتعلّم عادي. يعني خُدي تريكات من حواليكِ تحسّن حياتِك، إن كان في التنضيف، في الأكل، في تربية ولادِك، في أي حاجة في الدنيا إحنا عايشين عشان نتعلّم. أنا عن نفسي أي حاجة في الدنيا يعني بادخل مثلًا كده على اليوتيوب وآخد فكرة عن الحاجة. اعرفي عن كل حاجة حاجة واحدة أحسن مما تعرفي عن حاجة واحدة كل حاجة. فلازم يكون عندِك خلفية في كل حاجة، وتعرفي تتكلمي في كل حاجة، وتسلكي في كل أمور حياتِك، لإن أنتِ المسؤولة عن كل حاجة ومتصدّرة في كل حاجة. أنا عايزة أقول لكم يا ولاد، هم الرجالة بيروحوا الشغل يجيبوا فلوس وشكرًا، هم مش عايزين يحطّوا إيدهم في حاجة، مش عايزين يشغلوا بالهم بحاجة. إحنا اللي بنحاول إن إحنا نخلّيهم هم إن هم يعني إيه، إحنا اللي بنحاول ندخّلهم في حاجات كتير، لإن ما ينفعش إن وجودهم في البيت يبقى عبارة عن إنك بتجيب فلوس وخلاص. لأ، لازم تشارك في تربية الولاد، لازم يحسّوا بوجودك في البيت، لازم مش عارفة إيه، لازم الولاد يشوفوا إن ليك رأي وإن ليك مش عارف إيه وادخّلك في كل حاجة وبتاع. لازم هم يحسّوا بده. حتى لو إحنا عارفين إن لأ، الرجالة بتحب تكبّر دماغها، لأ، بس برضه إحنا هنشرككم معانا. تمام. هنا كنت قطّعت البصل وحطيت عليه زيت، وقطّعت بقى حتّة ليّة كده جميلة تدّي للمحشي طعم. أوقات بيكون عندي باجيب لحمة، لمّا باجيب لحمة بيكون الجزار مدّيني معاها حتّة دهنة اللي هي اللحمة البيضا، لأ مش لحمة بيضا، دي دهون صافية يعني. المفروض بيدّيها لنا عشان تعمل شوربة، فأنا باحط منها برضه مع اللحمة، وباعين منها حتّة تانية، اللي هو لمّا باجي أعمل أكلة زي كده بتسبيكة، باقوم مقطّعة فيها كده حتّتين يخلّوا طعمها حلو. فقطّعنا ليّة وقطّعنا دهنة، حطينا بقى معلقة، حطينا واحدة فلفل بتدّي طعم حلو أوي، أوي في المحشي. أنا عايزة أقول لكم أنا باعمل محشي مش هاشكر في نفسي والله، بس لا يُعلى عليه. المحشي بتاعي اتعلّمته من كذا حد، يعني خدت من كل حد حاجة
خلّت طعم المحشي عندي حلو. الكرنباية لمّا بتيجي تتسلق كمان ما باهريهاش في السليق، بتاخد يا دوبك غلوة بسيطة، زي ما شُفتوا أنا كنت يا دوبك وأنا باقطّع البصلاية حاطة الكرنباية على بعضها، ابتديت إن أنا أشد الورقة اللي بتستوي أول بأول، ما تسيبيهوش يتهري عشان يضبط معاكِ في السِوَى. آآ سِبت بقى البصلاية والقرن الفلفل كده ياخدوا ويدّوا مع بعضهم كده في الليّة والحاجات اللي إحنا حطيناها دي، بس بصلاية المحشي ما بتحمرش خالص، يا دوبك بتدبل بس على خفيف كده، وبعدين بنحط لها الطماطم بتاعتها. أول ما باحط الطماطم بادّي التوابل، في ناس تستنى لمّا تخلّص الطماطم تسبيك خالص وبعدين تروح حاطة التوابل بتاعتها. هنا بقى هنلم الكركبة اللي إحنا عملناها، أنا كان عندي هنا الكيس اللي كان في الباسكت كان مليان، فقُلت خلاص بقى أنا كده أصلًا عربية الزبالة هتعدّي الصبح، فألِم كل حاجة في شنطة تانية جنبي، بحيث إن ما يبقاش في كركبة حواليّا، وألِم بالمرّة كيس الباسكت الصغير ده عشان اتملى. هو أحلى حاجة في الباسكت ده إن هو الكيس صغير فبيتشال أول بأول، بتشيلي باحط فيه كل حاجة الأكل، يعني الحاجة الخاصة بالأكل، إنما أي حاجة تانية بارميها في الباسكت الكبير. حاجة الأكل لمّا بتتحط في الكيس ده وبتتقفل ويتحط في الكيس الكبير ما بيطلّعش ريحة خالص، فبصراحة هي الباسكت دي جميلة. هنا كده غسلنا إيدينا مكان لَم الزبالة عشان خاطر نبتدي إن إحنا نقطّع الورق بتاع الكرنب، وإحنا برضه البصل جنبنا بندّي تقليبة، هنحط فيه الطماطم على طول مش هنسيبه، لإن البصل ده يا دوبك بس يعني يدبل كده. عايزة أقول لكم الطماطم كانت جات رخصت فترة كده، لحقتها بعد ما كانت غالية على طول مرة واحدة رخصت كده، فقُلت أمّا ألحقها قبل ما تغلى تاني، جِبت شوية طماطم المفروض بقى إن أنا أعينهم لمّا الطماطم تغلى آخد منهم، لأ أنا سبحان الله أنا باعمل منهم من هنا وابتدي أسحب على طول، أقول الحمد لله يعني آجي في يوم زي ده في محشي بقى وكركبة ودنيا مش لسه بقى هاقعد أقطّع طماطم واحط في الخلاط وكده، باسحب منها على طول. فاللي هو سبحان الله أسحب منها من هنا وعارفة على ما تخلص إن هي تكون الطماطم غليت تاني. فاللي هو بُصّوا لو أنا كمان باعمل الطماطم ديًا ومش فاضية باضربها في الخلاط ومش فاضية إن أنا أسبّكها، باقوم ضارباها في الخلاط وعايناها في أكياس، اللي هو برضه هتسهّل عليَّ إن أنا أضرب في الخلاط، المهم إن تكون الحاجة جاهزة وموجودة وفي نفس الوقت ما تتسابش في التلاجة تبوظ، يعني تبقي أنتِ عملتيها صلصة استفدتِ منها. فهنا كده بقى ابتديت إن أنا أقطّع الورق بتاع الكرنب واشيل العروق لوحدها، العروق دي أنا باحب أقطّع منها في أرضية الحلة بتاعة المحشي، بتخلّي المحشي ما يتحرقش من تحت، بتدّيه طبقة كده غير طبقة المحشي، إن لو حتى لو في حاجة اتلسعت بتبقى العروق اللي تحت دي ما بيكونش سطر كرنب يعني. وكمان اللي اتبقى مني من الورق اللي متقطع على جنب اللي هناك ده، لو في ورقة متقطعة بايظة مش نافعة عروق حاجات من دي، عينتها على جنب لوحدها وحطيتها عندي في المخلل، أنا عاملة مخلل لفت ومخلل الكرنب ده كمان، أكتر نوعين مخلل باحبهم في حياتي هُم والقرنبيط. فلا تقولي لي بقى جزر ولا خيار ولا الكلام ده، هو اللفت الفلاحي بتاعنا الجميل ده نحط معاه بنجرية كده تخليه احمر، وشوية الكرنب اللي بيطلعوا من الكرنبية دول، انت عارفين طول الشتاء عندنا محشي كرنب، فاللي هو نستغله وفي نفس الوقت نعمل حاجة تفتح نفسنا. هنا كده كنت بقطع بقى عروق الكرنب في أرضية الحلة. جيت بعد شوية لقيت ان الحلة دي هتكون ضيقة كده ومش مريحة، فقلت اما اجيب حلة اكبر منها، قلت اعمل في حلة ألمونيوم. فشِلت العروق تاني من الحلة دي وحطيتها في الحلة التانية اللي هي الألمونيوم، وأنا باقطّع برضه الخضرة بتاع المحشي، حطيت شوية عروق من بتاع الشبت والحاجات دي تحت في الأرضية كمان بتدّي ريحة حلوة للمحشي. حطيت بقى كده الورق واستعديت إن هو خلاص هيتحشي، وضبّطت الحلة بتاعته والتسبيكة على النار، شِلت الورق ده خلاص هيتحط في المخلل، الفرخة محطوطة على النار بتستوي، كل حاجة بتجهز حوالينا. على ما بتتسبك بتكوني انتِ قطّعتِ الورق بتاعِك، بتكوني قطّعتِ الخضرة، غسلتِ الرز، ضبّطتِ الدنيا. المحشي ده أحلى حاجة فيه إن بُصّوا أنا حتى لو يعني لو مش حاطة الفرخة دي على عين التانية كده وما فيش مكان، كان زماني باعمل التسبيكة على عين وباسلق على عين، وعلى مسافة ما باخلّص بتكون كل حاجة بقت تمام. بس عشان حاطة الفرخة كمان فالواحد اتأخّر شوية في التسبيكة. كده خلاص غسلت الرز وصفّيته، وهنقطّع بقى الخضرة. هنا بصوا المية كانت ضعيفة قوي عشان كده مجيتش بقى قلت احذف الحتة بتاعة غسيل الخضرة دي، خدت معايا وقت عشان المية ضعيفة. وقورت بقى شوية الفلفل دول وقلت احطهم على وش الحلة. الفلفل ده بيدي طعم تاني للمحشي الصراحة، بيخلي الفلفل بيخلي للمحشي طعمه وريحة، بيخلي ريحته احلى.
هنا كنت قطعت الجذور وشلتها رميتها، وجيت رحت مقطعه كمان شويه حطيتهم في ارضيه الايه الحله، وقطعت بقى الخضره علشان احطها على المحشي. انا ما بحطش الخضره الا ما بشيل الرز من على النار. يعني بيكون الرز برد شويه بالتسبيكه بتاعته علشان خاطر ما يسويش الخضره وتبقى لونها اسود في المحشي، علشان تفضل خضره كده وجميله وريحتها وطعمها حلوين. ما تحطيهاش، في ناس اول ما التسبيكه تتسبك وتحطها فيها قبل ما تحط الرز، لا، يعني حطيها ماشي في التسبيكه بس وهي بارده، بردي التسبيكه وبعدين حطي فيها الخضره والرز بتوعك. انا بقى ما استريحش لما احط الرز والتسبيكه كده بتغلي وياخد تقليبه على النار ينشف من الميه اللي هو فيه، ولازم اغسله. في ناس ما بتغسلهوش، انا لا، لازم اغسله. بحس ان انا لو ما غسلتوش ما بيستويش كويس، بيطلع معايا ني. يعني جربتها مره كان الرز نظيف وقلت لا مش محتاج غسيل، حسيته انه بيطلع ني ومهما تسوي فيه برضو ني بيقرمش. فاللي هو بحطها بقى، بصوا دي الطبقه ما فيهاش ميه، دي طبقه الدهون اللي محطوطه. قلت بقى ان انا احط المحشي واديله بقى الرز واديه تقليبه بقى كده على النار، لازم اديله تقليبه واحس ان هو متحمص. عارفين لو يعني لو فضل كده زي ما هو، زي ما قلبته كده فيه ميه او فيه يعني مش مستوي كويس كده، بحس ان هو لا، ان في حاجه غلط. لازم المحشي يبقى ماسك نفسه، الرز يبقى ماسك نفسه كده في الصباع وكويس. هنا بقى غيرت الحله زي ما قلت لكم عشان الحله تبقى واسعه شويه وتاخد معايا ايه كميه المحشي. كده كنت طفيت على التسبيكه بقى لها شويه وبردت. فعملت ايه بقى، رحت مقلبه الخضرة دي، وبتشوفي بقى المحشي بتاعك لو محتاج مادة دهنية ولا حاجة بتزودي له زيت او حاجة، وممكن تزودي شوية فلفل اسود بعد ما استوى كده بقى تدي ريحة غير اللي اتحط في التسبيكة. تمام، بروح جايه مزودها شوية فلفل اسود بيدوا ريحة، او شوية كمون كمان معاه وبيدي بقى. بصوا هنا كانت الطماطم حمرا بس التصوير مش باين، فقمت مخمقه الكاميرا علشان يبان قد ايه احمر، لان الاضاءه فاتحه قوي فمش مبينه. هنا بقى جبت الحاجه وقلت اقعد بقى الف براحتي، كفايه ان انا قطعت الورق وانا واقفه رجلي وجعتني جامد، فقلت اقعد بقى. المحشي ده عايز قاعده كده بقى وتلفزيون كوبايه شاي جنبك. انا بقى جبت ايه شويه قراقيش وقراص كده كنت جايباها من المخبز اللي تحت للفطار، بملبن بقى وعجوه، وقلت ادلع نفسي واخد تصبيره لان المحشي لسه هيتلف وهيستوي فبياخد وقت الصراحه. تمام، هنا بقى ابتديت ان انا ايه الف المحشي. مش عايزاكم تزهقوا من الفيديو مش هقول لكم طويل، يعني انا قصيت منه كتير جدا جدا. انتوا عارفين المحشي بياخد غلبه، تقطيع ورق بياخد مده طويله، فحاولت ان انا اقص منه، قصيت كتير. اللف برضو لفيت معاكم صباعين كده، وبعد كده جبت الحله وهي مليانه، يعني ما لفتش المحشي كله معاكم، قصيت كل ده علشان خاطر المده ما تطولش. هنا وانا بقى بعمل بقى المحشي، وانا بلف جودي جت من الحضانه، وبعدها بشويه جانا جت من المدرسه، فاللي هو يا ماما عامله الله ايه الريحه الحلوه دي، وداخلين من الباب عامله اكل ايه. فجودي قلت لها خلاص يا دوبك انا قربت خلاص اخلص حله المحشي هسويها احطها تستوي. تمام، هم اللي هم اصلا جايين من مدارسهم، يعني من المدرسه الكبيره والصغيره من الحضانه، مش واكلين السندوتشات اساسا. مش عارفه اي حوار ان السندوتشات ما بتتاكلش دي. بس اللي هو قلت لهم خلاص تصبيره كده على السريع، تتاكلي معايا قرصه طب اي حاجه. اللي هو ما كانتش راضيه، لا اللي هو ما تصبر للمحشي بقى. فهنا كنت خلاص لفيت المحشي وخلصته. وحطيت قرنين الفلفل فوق بقى يعملوا طعم حلو كده، وقلت لازم اتنيني ورا الورق لحد ما اخلصه، مادام الحله معايا هتاخده. آم، كانت جودي بقى جابت الطبق ده، هي مش عارفه من ساعه ما انا ما جبته نقراها من نقره، يا بتقف فوق ويا بتقعد فوق ويا بتقعد في قلبه، هي مش رحمه. انا عايزه اقول لكم الطبق ده لو بلاستيك كان اتكسر من اول 5 دقايق، بس الحمد لله هو استلس. انا بقول لها حاولي بس ما تطبقيهوش. قعدت بقى ترغي معايا كده زي ما انتم شايفين. انا طول ما انا قاعده في المطبخ زي ما قلت لكم في اول الفيديو كده باخدهم جنبي. انا فرشه سجاده نظيفه وجميله والارض حلوه، بيقعدوا معايا. لو بتكتب واجب ممكن تحطه على الطبق ده برضو وتقعد تكتب الكراسه جنبي ونقعد نرغي بقى زي ما انتم شايفين كده. عملتي ايه في الحضانه، الابله قالت ايه، عملوا لك ايه، ده اتضربتي ولا سقفوا لك ولا مش عارف ايه. اما احس ان هي لا انا ماما شاطره، انا ماما مش عارف ايه، اقول لها بصي ده انا هجيب لك حاجه حلوه، ده انا مش عارفه هديلك فلوس، ده انا مش عارفه هجيب لك الحاجه اللي بتحبيها. اشجعها ان هي كل يوم تيجي تقول لي انا شاطره، ان هي تروح الحضانه تجاوب مع الابله وتتعلم وتقول ومش عارفه ايه وتفرح بنفسها عشان خاطر
هي تبقى شاطرة في الأول لنفسها يعني، وعشان كمان أنا بقى باجيب لها حاجة حلوة والكلام ده. فاللي هو دايما شجعي الطفل ان هو يقولك ما يخافش. هي لما الميس بتقول الميس ضربتني، ما بقولهاش اي حاجه غير ان انا بقول لها ليه، اكيد عملتي حاجه، احسسها ان هي الغلط جاي من عندها هي. طب انت ليه مش بتسمعي كلام الميس؟ طب ما تقري معاها، طب ما تقولي معاها، اللي هو كده. طب انت ليه ما عرفتيش؟ مش تقولي لي وانا اذاكر لك كده. فدايما بنتكلم بقى مع بعض طول ما احنا بنبقى قاعدين كده. انا عارفه ان انا اتدوشتكم، بس يعني قلت اتسلى معاكم كده، ادينا بنفضفض وبنرغي مع بعض. هنا كده كنت خلاص خلصت بقى حله المحشي كلها حشيتها. خلصت معايا الورق برضو كله الحمد لله. الفتحه على قد التحيات زي ما بيقولوا، اللي هو ايه يعني، الورق جه على قد الحله. ويبقى معايا بقى شويه رز كده عينتهم في الفريزر للمره اللي بعدها. كده كنت لما شلت الفرخ حسيت الشوربه مش هتكفي، فزودت الشوربه وزودت لها كمان شويه ملح. وقلت بقى وانا بسقي المحشي كده واديله شوربته، احمر شويه لسان عصفور علشان يستوي مع المحشي وهو بيستوي، فياخدوا نفس الوقت، ما اجيش بعد كده اعمل حاجه. تمام. طبعا على ما خلصت غسلت برضو الطبقين اللي ورايا على طول، مثلا الحله اللي كان فيها رز، الصينيه اللي كان فيها الورق، الكلام ده. بغسل اول باول عشان لما اخلص ما يكونش عندي مواعين، ما يكونش عندي اي حاجه، تكون الدنيا نظيفه حواليا. واول ما الاكل يستوي والبوتاجاز لسه سخن، انا بحب اغسل البوتاجاز وهو سخن عشان بينضف معايا حلو. بروح شايله الحلل اللي عليه حطها على الرخامه ومسحها مسحه حلوه، وارجع الحلل تاني، تبقى الرخامات عندي نظيفه والبوتاجاز زي الفل والاكل معمول. هنا بقى كنت كل شويه بفصل علشان ما اطولش الفيديو وبعدين ارجع تاني. فهنا رجعت بعد ما لسان العصفور اتحمر. هو بس الكاميرا مش مبينه اللون قوي عشان الاضاءه فاقعه. بس هو احمر معايا الدرجه اللي انا كنت عايزاها حلو. وابتديت ان انا اديله شوربته. بصوا يا ولاد، انا ضاع عمري وانا بحاول ان اخلي لسان العصفور ده يظبط معايا. كان دايما يشرب الميه بتاعته ويفش كده ويتنفش وما يبقاش حلو. هقولك على التركايه الحلوه اللي تخليه يظبط معاكي. بصي انا الاول هنا حطيت معلقه سمنه بلدي في الطاسه، وبعدين حطيت معلقه سمنه روابي. انا بحب احمر الفراخ او اللحمه او الحاجات دي في سمنه، في الزيت ما بيدينيش الدرجه اللي انا عايزاها، والسمنه بتدي لون وطعم. يعني بتديكي لون حلو في التحمير، بس بتدي طعم تحفه. انت بتبقى محمره في سمنه بلدي. تمام. هنا بقى لسان العصفور ان انا بحمر التحمير المظبوط، وادي شوربه مغليه وتدي غلوه، تاخدي غلوه واحده وتقوم مغطيه عليه. بياخد بقى هو كده مع نفسه في السوا مع الشوربه السخنه وانت مغطيه عليه، بيبقى يستوي، يبقى زي الفل. غير كده انت لما بتسويه جامد على النار، او بياخد سواه كله على النار، اي شوربه بتبقى محطوطه فيه بيشربها، بيكون خلاص استوى. وكل ما الشوربه ما يبقى موجود فيها ويسخن اكتر، كل ما بيشفط الشوربه ويشربها ويتخ كده وينفش. ما بتنفعش معاه اي شوربه، كل ما تحطيه يشربها فبيبوظ. لكن طول ما انت ما سويتوهوش قوي على النار وهو بيستوي براحته، بيبقى اخره في موضوع الشوربه ده انه بيشرب منها ويستوي، لكن ما بيشربش عن كده اكتر من كده. هنا كنت حمرت الفرخه على الجهات بتاعتها كلها من جميع الاتجاهات وشلتها، وكنت حاطه ايدي على قلب الطاسه دي عماله تتحرك. انا بحب احمر على العيون اللي ناحيه جوه علشان الزيت ما يقعش عليا وكده. هنا المحشي كان زي ما انتوا بصوا بقى اللحظه اللي هي بتاعت السوا دي، بحب اسمع الصوت قوي. للاسف بقى جيت في الحته دي وانا بفضي المحشي في الطبق، كان الموبايل فصل وانا مش واخده بالي، فللاسف بقى ما عرفتش اصور لكم الحته دي. انا عارفه ان نزله المحشي كده في الطبق بتعمل تحس انه نازل في معدتك كده في قلبك. فهنا بقى كنت خلصت، غرفت بقى لسان العصفور وحطيت عليه ليمون، والفرخه نفس النظام، بس ما تصورش الكلام ده، الليمون جنب الفرخه اهو. وجبت شويه مخلل حلوين وحضرت المعالق وقلت بقى ادوق المحشي. هنا جانا كانت جات من المدرسه بقى، كانت واقفه ورا الكاميرا بتكلمني، شم الريحه بقى عماله تقول لي ماما اجي ادوق، قلت لها يلا هناكل على طول. الاكله دي ما ينفعش تتاكل الا وهي سخنه. اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامه، باي باي.